ايه المختلف في الخريف؟ يعني ليه الخريف فرصة العدوى والإصابة بالمرض فيه أعلى؟ نمرة واحد ان في انخفاض في نسبة الرطوبة. في الصيف كان في ارتفاع في درجة الرطوبة وبتعمل لي مشاكل. ايضا الانخفاض بيخلي قدرة الميكروبات الخاصة بالبرد اللي هم 200 نوع من الفيروس ممكن تبقى عوالق، ممكن تبقى تكتر في المجتمع وتكثر في الهواء بشكل عام وتقعد ساعات طويله، ممكن من 8 ل 24 ساعه متعلقه في الهواء، فبالتالي انا ممكن استنشقها. واحد. اثنين، قدره الميكروبات دي او البكتيريا برضو بشكل عام ممكن تبقى اكثر من الفصول الاخرى فصل الخريف. بعد كده انخفاض درجه الحراره موجود، وخاصه ليلا كمان ده بيخلي برضو الميكروبات ممكن تبقى انشط وتقدر تدخل لي عن طريق الفتحات، خاصه فتحه مهمه جدا هي الانف. يبقى انا عرفت الحته دي بس ان في حراره وفي رطوبه اخلي بالي منها، ان انا ادفي نفسي بالليل، ادفي ولادي بالليل، اصحى عده مرات في الليل، اروح اشوف ابني او بنتي رجله ساعه ولا لا.